السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للجهاز ال4035 الكيوسيرا، تعالى اديك شرح سريع كده عنه. هو مفكوك واعرفك الحاجات الموجودة فيه دي بيبقى لازمتها ايه، او ممكن مثلا تغيرها ازاي، او الحاجات اللي هي البسيطة ديت اللي هتساعدك كتير جدا في انك تعمل صيانة للجهاز بتاعك. دلوقتي الجهاز اللي قدامنا ده مفكوك، تمام. دي كلاتشات الدروم، اللي هما الاتنين دول بيبقوا كلاتشات الدروم. لما بتيجي تركب المجموعة في الجهاز، الكلاتشين دول وظيفتهم ان هما بيلفوا مجموعة الدروم بحيث ان هي تطلع الصورة، تمام. وعندنا هنا كلاتشين تانيين، دول الكلاتشين بتوع السحب. لو عندك مشكلة في السحب، فالكلاتشين دول كل فترة يعني بيحصل لهم مثلا مشكلة، دول بيتغيروا كلاتشات السحب ديت من الباي باس او من الدرج، تمام. دي مروحة التهوية، ودي كارتة الباور سبلاي. قانون اساسي كده، طالما المكنه مطفيه معاك مش عايزه تقوم باور، فدي كارتة الباور سبلاي اللي لازم بتتغير. كارتة الباور سبلاي، جهاز بتحط الفيشه بتيجي تدوس على الزرار الباور عشان تشغله ما بيشتغلش، فده معناه ان الكارت ديت بيبقى فيها مشكله ولازم تتغير. طب الاف 300 بيبقى الكارتة المذر بورد، الكارتة الرئيسية ديت. الكارتة الرئيسية دي بتبقى لازم تتغير، اهي الخضرة ديت. بس فعايزك تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، وانتظر ان شاء الله فيديو عن طريقة ازاي بيتفك الجهاز كله كامل. بنفكه ازاي الجنب، بنفكه ازاي الفيدر، بنفكه ازاي كل حاجة في الجهاز دوت، وهقول لك الاعطال برضك بتحلها ازاي. اتمنى تكون استفدت من الفيديو.